النهارده بقى معانا مسلسل من نوع خاص جدا، عصابات وهروب وحكايات كتير قوي مستنيانا. فيلا بينا نبدأ. المسلسل بيبدأ مع سولي وهو في القطر، باين انه متوتر جدا لما بيشوف صورة راجل على موبايله مطلوب القبض عليه، وبيشوف الراجل ده واقف قدامه في عربية القطر. فبيتوتر جدا، والبنت اللي جنبه بتسأله وبتقول له مالك في ايه؟ فبيوريها صورة الراجل على الموبايل وبيشاور لها على الراجل اللي واقف. فالبنت بتخاف جدا وبتطلع موبايلها وبتحاول تكلم الشرطة، ولكن فجأة البنت اللي قاعدة قدامهم بتضربها بالنار وبتقوم تقول للناس اللي على القطر دلوقتي احنا خطفنا القطر ده، ويا ريت تبقوا هاديين عشان تحافظوا على نفسكم. وبتبص لسولي وبترفع عليه المسدس وبتضربه بالنار هو كمان. ولكن فجأة سولي بيقوم من نومه وبيكون مفزوع جدا، وهنا بنعرف انه كان نايم في المحطة وبيحلم، وبيسمع اسم القطر بتاعه في المحطة فبيطلع يجري بسرعة عشان يلحقه. وأول ما بيوصل القطر بيدور على مكانه فين، وبيشوف البنت اللي ضربته بالنار موجودة فعلا قدامه. فبيتصدم وبيلاقي الناس كلها حركتها وقفت وهو عمال يبص لهم ومش بيكون فاهم ايه اللي بيحصل. وهنا سولي بيعرف انه بيقدر يشوف المستقبل هيحصل فيه ايه، وبيطلع يجري وبيحاول ينزل من القطر بسرعة، ولكن القطر بيكون اتحرك. فبيحاول يكسر الباب، ولكن عامل القطر جاله وقال له لو ما سكتش انا هطلب لك شرطة القطر. وهنا سولي بيطلع يجري بسرعة على رئيس شرطة القطر وبيحكي له اللي حصل، ان في جماعة مسلحين هيخطفوا القطر وكمان ضربوه بالنار. فالظابط مش بيصدقه، ما معلش يعني ازاي هتتضرب بالنار وانت واقف قدامي كده، خصوصا بعد ما قال له ان هو شاف كده في الحلم. بس الضابط بيزعق فيه وبيقول له بلاش كلام فاضي، وبيديله شوية مية وبيقول له اقعد كده واهدى بس انت اكيد متوتر. والضابط بيرجعه مكانه تاني، وبيلاقي البنت اللي جنبه بتتكلم في الموبايل، فبياخد منها الموبايل بسرعة وبيشاور للضابط على البنت اللي قاعدة قدامهم. وفجأة البنت برضه بتطلع مسدسها وبتضرب الضابط وبتضرب سولي برضه بالنار، وبعدها بيقوم من نومه تاني وبيكون مرعوب جدا. وهنا بنعرف انه برضه كان بيشوف المستقبل تاني. فالضابط بيقول له يا ابني مالك في ايه؟ قال له احنا ما ينفعش نرجع العربية دي تاني ابدا، والا هيتخلصوا مننا احنا الاتنين. فالضابط قال له كده انا هاخدك معايا اسم الشرطة عشان نعمل لك تحليل مخدرات. فسولي طلع موبايله وقال له الراجل اللي مطلوب القبض عليه ده موجود في عربية رقم 9 من القطر، روح وشوفه بنفسك، ولو مش موجود انا مستعد لتحمل كل العواقب اللي انت بتقول عليها. وهنا الضابط قال له ماشي تعالى معايا بقى وريني. بس سولي بيخاف يروح معاه، فالضابط قال له لا طبعا انت لازم تيجي معايا. قال له ماشي بس اوعى تلفت نظرهم في اي وقت، وطلب منه دقيقة يقعد ويشوف المستقبل كمان مرة. وهنا سولي بيشوف ان الضابط راح العربية وشافهم فعلا، وبعد ما رجعوا مكانهم بيدخل عليهم اتنين وبيضربوهم بسكينة. وسولي صحي من نومه مفزوع وقال له خلي بالك هما الاتنين دول مش لوحدهم، دول معاهم ناس تاني كتير. فالضابط بيقول له انت عرفت ازاي؟ شفت ده برضه في الحلم ولا ايه؟ فسولي بيقول له اه اكيد هما هيعرفونا بسبب لبس الشرطة اللي انت لابسه، ايه الافضل لو تغير هدومك. فالضابط هنا بيتعصب عليه جدا وبيشده من ايده ويقول له ارجع مكانك انت بس ومالكش دعوة. وسولي هنا بيتعصب جدا وبيقول له انا حكيت لك كل حاجة بالتفصيل، ازاي مش مصدقني لحد دلوقتي؟ انا كل حاجة قلتها لك حقيقية. وهنا الضابط برضه بيتعصب عليه جدا وبيقول له اصدقك ازاي وانت كل حاجة حكيتها كانت حلم، ولو ما بطلتش اللي بتعمله ده انا هقبض عليك انت مش عليهم هم. وهنا سولي بيقول له خلاص انا هروح لوحدي عشان محدش يعرف اني معاك ويخلصوا عليا. وهنا سولي بيمشي وهو بيقول انا فاضل 10 دقايق بالظبط على اقرب محطة وقوف للقطر ده، ازاي اقدر انقذ نفسي وازاي اخر الوقت لمدة 10 دقايق، وكمان امنع البنت دي انها تتكلم في موبايلها. وبيرجع مكانه، بس قبل ما يقعد حد من العصابة بيحط ايده عليه. فسولي بيكون مرعوب وبيقول له محتاج حاجة؟ فالراجل ده بص له كده وقال له معاك ولاعة؟ فسولي بيقول له متأسف انا مش بدخن. بس الراجل بيمسكه جامد من هدومه وبيقول له انت مش بتفهم يا ابني ولا ايه؟ وسولي بيقعد مكانه وبيبقى هيموت من الخوف. فالبنت اللي جنبه بتقول له مالك انت تعبان من حاجة؟ وهنا سولي بيصرخ وبيقول لها لا انا تمام مفيش اي حاجة. والبنت بتقول له طيب لو كنت محتاج اي حاجة او حاسس ان في اي حاجة تعباك فقول لي انا دكتورة ويمكن اقدر اساعدك. فسولي قال لها تمام ماشي. وفجأة البنت بتفتح موبايلها وبيظهر لها صورة الراجل اللي مطلوب القبض عليه. بس سولي بيصرخ جنبها بسرعة وبيقول لها أنا بطني وجعاني جدا ساعديني، وبيمسك إيديها عشان ما تشوفش الموبايل. وهنا البنت بتقول له حاضر مفيش أي مشكلة، وبتحاول تشيل إيديها من إيده. بس سولي بيمسك إيديها أكتر وبيقول لنفسه هي دلوقتي بتتابع الأخبار، فحتى أنا لو نزلت ممكن يتخلصوا منها هي كمان. وبيحاول يلاقي طريقة يعطل بيها البنت دي إنها تبص في موبايلها. فبيمسك بقه وبيطلع يجري على الحمام، والبنت بتطلع تجري وراه.
بسرعة. وأول ما بيوصل عند الحمام شدها جوه الحمام بسرعة وكتم بقها وقال لها اهدي اسمعيني، احنا معانا مجرمين مسلحين في القطر، وعشان توصلي من غير ما أي حد يأذيكي ما تشوفيش الأخبار خالص والبنت بتخاف منه جدا وبتطلع من الحمام، وأول ما بتخرج بتلاقي واحد من العصابة في وشها وبيضربها من نار. وهنا كلنا بنتفاجئ إن الراجل ده كان بيضرب حد تاني بالنار غير الدكتورة. وسولي بيشدها بسرعة من تاني لجوه الحمام وبيقفل الباب وبيفكر ازاي يتصرف في المشكلة دي. وهنا بنسمع ان في حد من العصابة بيقول ان هو اللي هيسوق القطر ده من دلوقتي، فلو اي حد عنده اعتراض يتكلم وهيكون مصيره زي مصير الراجل اللي اتضرب بالنار ده. وهنا سولي بيقعد على الارض وبيقول انا ازاي مش عارف اغير مصير الاحداث بعد كل اللي انا عملته. والراجل بيخبط عليهم وبيقول لهم اطلعوا بره. واول ما سولي بيفتح الباب بيرفع مسدسه في وشه وبيقول له مين فيكم الدكتور؟ فالبنت ردت وقالت له انا الدكتوره. ولسه الراجل هيضرب سولي بالنار بس الدكتوره قالت له ايا كان اللي انت عايزه مني ايه، انا محتاجه معايا مساعد وهو اللي بيساعدني. فقال لها ماشي تعالوا معايا. واول ما بيوصلوا الراجل بيفتح باب فبيلاقي شخص تعبان جدا على السرير، فالدكتوره بتطلع تجري عليه بسرعه وسولي بيقول لها انا ما شفتش الراجل ده قبل كده في احلامي. وهنا رئيس العصابه بيقول لسولي الافضل لو تنقذوه يا اما انا هتخلص منكم انتوا الاثنين. ورئيس العصابه بيسال زميله اللي تعبان مين اللي عمل فيك كده؟ قال له الضابط تشين، رحت عشان اتخلص منه لكنه كان منتبه جدا وزي ما يكون عارف اني هروح له فضربني وهرب. ورئيس العصابه قال له طيب هو شكله ايه او في اي حد تاني شافه معاك؟ قال له لا انا ما خدتش بالي. وهنا سولي بيقول له الدكتوره انا هروح اجيب لك ميه سخنه بسرعه. قالت له ماشي وبيستأذن رئيس العصابه انه يروح يجيب ميه. قال له ماشي بس بسرعه. وهنا سولي بيطلع يجري بسرعه على مكان شرطه القطر وبيشيل كارنيه الضابط منه، ده طبعا عشان محدش يعرف صورة الضابط. ولكن الضابط بيمسك ايده بسرعه وبيقول له انت جيت هنا ازاي تاني؟ فسولي قال له هم دلوقتي بيدوروا عليك وجيت اشيل صورتك بسرعه عشان محدش يعرفك. فالضابط بيشكره وبيقول له دلوقتي انا محتاج مساعدتك. فسولي بيتصدم وبيقول له محتاج مساعدتي انا ازاي؟ فالضابط قال له انت عندك القدره على الاحلام وانا عايز اعرف كل حاجه عنهم بالظبط. فسولي بيتعصب جدا وبيقول له دلوقتي يعني بقيت مصدقني؟ فالضابط هنا بيقول له انا ما عنديش اي حل تاني، عشان كل الناس الموجودين في القطر دي يوصلوا بسلام لازم تساعدني. فسولي قال له طيب انا اساعدك ازاي؟ قال له اعرف لي كل حاجه عنهم، عددهم، اماكنهم، كل حاجه وانا هتصرف معاهم. وهنا الضابط بيساله معاك وقت قد ايه مثلا عشان تقدر تعرف لي كل اللي انا عايزه؟ قال له تقريبا حوالي 3 ساعات ونص. قال له ماشي هنتصرف واقابلك بعد 3 ساعات ونص بالظبط. وهنا بيسمع صوت حد من العصابه فسولي بيقول له انا هتحرك بسرعه واحاول اشغلهم عنك. وفعلا بيطلع بسرعه وبيلاقي واحد من العصابه في وشه وبيمسكه وبيقول له انت ظابط القطر ده؟ فسولي بيترعب منه جدا وبيقول له لو ربنا منع. ولسه هيضربه بس في راجل تاني من العصابه جاله وقال له انت بتعمل ايه هنا؟ قال له وين رئيس العصابه بعتني عشان اجيب ميه سخنه عشان تنظيف الجروح بتاع زميلكم المصاب. قال له تمام بس ايه اللي جابك نقطه الشرطه برضه؟ فسولي بيتوتر جدا وبيحاول يفكر في اجابه وبيقول لهم مفيش ادوات طبيه كفايه هنا فانا جيت هنا بدور على اي حاجه تساعدنا. فقال له طيب هل لقيت اي حاجه تنفعك؟ فسولي قال له لا مفيش اي حاجه. وبعد كده بيدخل الاوضه يدور على الضابط بس زميله اللي بره بيلاحظ ان صور فريق الشرطه كلها اختفت من على الحيطه وبينادي عليه بسرعه. فبيجي يثبت سولي على الحيطه اكتر وبيقول له فين صور الضباط اللي كانت هنا؟ فسولي قال له انا ما اعرفش. فالواد اللي معاه بدا يفتش سولي وبيمسك جيبه ويلاقي فيه كارنيه وسولي بيكون مرعوب جدا بس لما بيخرجه بيلاقيه كارنيه عادي مش بتاع الضابط فبيسيبه يقول له اياك اشوفك مره تانية. وسولي بيكون مرعوب جدا فبيطلع يجري منهم ويجيب ميه عشان يرجع مكانه. فرئيس العصابه بيقول له انت كنت فين كل ده؟ قال زميلك وهو شافني وقعد يحقق معايا شويه وبيشاور على جرح السكينه اللي في رقبته اللي عمله له زميله. فقال له ماشي ادخل. فبعد كده جه واد بيجري بسرعه رئيس العصابه وقال له احنا في حد بيقاومنا في عربيه 7 روح بسرعه كده وشوف في ايه. قال له ماشي خليك معاهم وخد بالك منهم كويس. والواد بياخدهم ويمشي بس هم ماشيين عجبته الدكتوره فدخلها اوضه تانية في القطر وحاول انه يغتصبها وقال له سولي اياك تتحرك من مكانك. بس الدكتوره قعدت تضرب فيه وتقاومه لحد ما سولي بيطلع يجري يجيب طفايه حريق وضرب بيها الواد ده على دماغه. ورئيس العصابه وزميله بيجوا بسرعه على الصوت والدكتوره وسولي بيداروا الواد تحت السرير بسرعه مع طفايه الحريق. ولما بيوصلوا بيكونوا الدكتوره وسولي لوحدهم فبيسالوهم فين الواد اللي كان معاكم؟ فسولي قال له هو قال لنا خليكم هنا ومشي. وبيجي رئيس العصابه واحد تاني من العصابه بيقول له كده تمام يا ريس الشخص اللي قاومنا احنا اتصرفنا معاه. وهم طالعين بقى من الاوضه بيشوفوا واحد مرمي على الارض وبيسحبوه من رجله وبيدخلوه اوضه تانية. فرئيس العصابه قال له لو مش عايز تبقى زيه لازم تسمع الكلام بالحرف. فسولي قال له انت عايز مننا ايه بالظبط؟ والواد اللي معاه بيضحك وبياخدهم ويمشي في عربيه القطر وبيقول له في واحد حاول يقاومنا هنا
واحنا سيطرنا عليه، دلوقتي انا عايز منك حاجه مختلفه تماما. وبيديله سكينه وبيقول له اتخلص منه دلوقتي. وسولي بيكون مرعوب جدا وبيوقع السكينه على الارض ويقول له انا ما اقدرش اعمل كده. والواد بتاع العصابه قال له ما تقدرش تعمل كده، انا هتخلص منك انت بداله هو. وسولي بياخد السكينه من تاني بس برضه مش بيقدر. فالواد بيتعصب عليه جدا وبيرفع عليه مسدسه، بس الدكتوره بتقول له استنى، وبتاخد هي السكينه وبتضرب بيها الراجل ده. والواد بتاع العصابه بيقول لهم اتخلصوا بقى من الجثه دي بسرعه. وبياخدوا الراجل لاقرب اوضه في القطر، والدكتوره بتحاول تنقذه بسرعه. وسولي بيبص في ساعته بيقول باقي بالظبط ساعه واحده من اصل 3 ساعات ونص وقوتي ترجع تشتغل تاني. وبعدها رئيس العصابه والواد اللي معاه بيروحوا لهم. فسولي بيقول للدكتوره بسرعه الحقي هم جايين. وبيحاولوا يتصرفوا بسرعه مع الراجل ده. واول ما بيفتحوا عليهم باب الاوضه وبتكون الدكتوره قاعده على السرير وخايفه جدا. وسولي بيعتذر للراجل اللي مات. فرئيس العصابه بيقول لبن اللي هو الواد اللي كان معاهم هو مين اللي ضربه؟ قال له الدكتوره. سولي ما قدرش يعملها. فرئيس العصابه قال له الدكتور بيكون عارف ازاي يتجنب الاجزاء الحيويه من الجسم، اكيد الراجل ده ما ماتش اصلا. والدكتوره بتتصدم جدا من كلام رئيس العصابه. ورئيس العصابه بيقول لو انت عايز تتاكد بجد انه مات فعلا قرب منه كده وبص عليه. وبن بيقرب منه فبيعرف انه ما ماتش. وبيضرب الدكتوره جامد وبرضه بيضرب معاها سولي. وهنا سولي بيقول لرئيس العصابه لو عايزين تمسكوا الضباط الموجودين على القطر انا عندي خطه، بس تسامحنا. ولسه بين هيضربه بس رئيس العصابه قال له ماشي قول لي ايه الخطه بتاعتك. لو انا نشرت الخبر ان الراجل ده لسه عايش فاكيد اصحابه الضباط هييجوا ويحاولوا ينقذوه، وساعتها هتقدر تمسكهم كلهم مره واحده. قال له طيب افرض محدش صدقك؟ قال له انا ما قدرتش اتخلص منه فاكيد هيصدقوني. قال له ماشي جرب. وبين قال له انا هراقبك اياك تغلط غلطه واحده بعد كده. وبيفكر ويقول لنفسه انا كده معايا نص ساعه بس عشان قوتي ترجع تشتغل من تاني، لازم اتصرف بسرعه. واول ما بيوصل عربيه ناس قعدوا يقولوا له انت خاين انت من العصابه. هو قال لهم انا ما عملتش حاجه، الراجل لسه حي وفي اوضه رقم 2. فبين بيضربه وبيهدده بالمسدس بسرعه. وهنا قوه سولي الخارقه رجعت تشتغل من تاني وبيشوف المستقبل. وبيلاقي ان في حد مستني بره شباك القطر وان الضابط ده هيكسر الشباك ويدخل يضرب بين ويتخلص منه. وبعد ما يتخلص مع بين وبيكون لسه هيتكلم مع سولي بس بيجي واحد من وراه وبيضربه بالنار. وبيهدد سولي بالمسدس وبيقول له دلوقتي دورك انت. بس فجاه الراجل ده بيتضرب بالنار في دماغه. وهنا سولي بيبص وراه يلاقي الضابط تشين هو اللي ضربه. ولسه ضابط تشين بيقرب من سولي بس بيجي حد برضه من وراه وبيضربه بالنار وبيضرب سولي هو كمان بالنار. وهنا سولي بيقوم بسرعه وبياخد المسدس من ايد بين وبيقول له اثبت مكانك. قال له ما تضربني بالنار. قال له انا لو ضربتك بالنار اصحابك هيجوا يضربوني انا كمان. وبيشاور عليهم وقال له هم دول اصحابك. وهنا بين بيقول انت لو ضربتني بالنار انا هخليهم يأذوا صاحبتك الدكتوره. وبيكون الضابط تشين والضابط اللي على الباب سامعينه. وهنا سولي بيقول لبين الافضل تاخدني لرئيس العصابه، انا دلوقتي مش بثق في اي حد غيره. واول ما بيوصلوا له سولي بيقول له انا كنت بنفذ الخطه اللي احنا اتفقنا عليها وبين حاول يتخلص مني. وهنا بين بياخد منه المسدس بسرعه. وهنا سولي بيقول انا عندي خطه مدروسه تانية عشان تقدر تقبض على الضباط اللي بره. فالراجل التاني وهو مساعد رئيس العصابه فتح عليه السكينه وقال له انا مش عايز اسمع منك اي حاجه تاني. بس رئيس العصابه بيقول خليه يقول لنا على خطته. فبيقول لهم انا هعمل نفسي بساعدهم بشكل غير مباشر وهعمل لهم كتابات ورقيه انهم يتجمعوا في نقطه محدده كلهم مع بعض وساعتها تقدروا تقبضوا عليهم مره واحده. واكيد على فكره في حد منكم بيساعدهم. فرئيس العصابه قال له ليه؟ قال له كون ان هم يقدروا يفضلوا مستخبيين طول الفتره دي من غير ما اي حد منكم يمسكهم فكده اكيد في حد بيبلغهم. وبعدها بين بيودي سولي الاوضه عند الدكتور وبيقول له خليك مكانك وما تتحركش من هنا. وهنا الليل بيجي عليهم فالظباط بيدخلوا القطر وبيبداوا يتخلصوا من افراد العصابه واحد ورا التاني. وبيدخلوا عند سولي والدكتوره الاوضه وبيقولوا لهم اطلعوا من العربيه دي بسرعه وروحوا على العربيه التانيه. وفعلا بيعملوا كده. واول ما بيوصلوا بيشكروا بين انه ساعدهم وبيقولوا له احنا عايزين نعرفك على صديق معانا جديد هو اللي ساعدنا. وبيقدموا له البنت اللي شافها في اول المسلسل. وسولي بيتصدم منها جدا وبيقول للظابط هي دي البنت اللي كانت قاعده قدامي من الاول. والبنت بتمد ايديها جوه البلطو بس تشين بيمسك ايديها بسرعه. وهنا البنت بتقول لسولي انا خاطرت بحياتي عشان اساعدهم، ايه اللي يخليك تقول كده؟ وازاي يعني تقول عليا ان انا من العصابه؟ والظابط التاني هنا بيتعصب على سولي وبيقول له دي ساعدتنا كتير جدا ودلوقتي انت جاي تقول انها من العصابه؟ ازاي يعني الكلام ده؟ ايه الدليل بتاعك؟ قال له هي معاها مسدس لو مش مصدقني فتشها. وهنا الظابط تشين بيفتشها ومش بيلاقي معاها اي حاجه. وبعدها البنت بتقلع الجاكيت اللي هي لابساه وبتقول له اتفضل عشان تتاكد ان مش معايا اي مسدسات. وهنا سولي بيتصدم جدا وبيقول لنفسه انا رؤيتي مش ممكن تكون غلط ابدا بس ازاي ده حصل؟ وهنا سولي بيقول لهم ماشي بس بلاش تثقوا فيها قوي لاني متاكد انها من العصابه. بس الظابط التاني بيتعصب عليه وبيقول له كفايه تشينج هي اللي ساعدتنا ولو فضلت تقول عليها كده انا اللي هتعامل معاك بنفسي. وهنا الظابط تشين بيثبته على الباب وبيقول له لو في حد هنا
المفروض ما نثقش فيه هيكون انت، انما هي ادتنا طريقه ندافع بيها عن نفسنا. وهنا تشينج بتقول لهم لازم نرجع لحد اخر عربيه في القطر بسرعه، هناك هيكون امان اكتر من هنا. وبعد كده بنشوف سولي وهو مربوط قدام الباب، وواحد من العصابه بيقول له هما فين الضباط اللي كانوا واقفين هنا دلوقتي؟ فسولي قال له هربوا من فوق العربيه. وهنا بيرفع عليه مسدس وبيقول له انت مالكش لازمه. قال له خدني رئيس العصابه وانا هشرح له كل حاجه حصلت بالتفصيل. واول ما بيوصلوا عنده قال له تشينج الضباط كشفوها وخدوها معاهم. وهنا المساعد بيتعصب عليه جدا وبيضربه وبيقول له انت شكلك عايز تخليني اتجنن. وهنا بنشوف ان الضابط تشين قال له انا واثق فيك وهحاول اتصرف معاهم، انما انت لازم تفضل هنا وحاول تحافظ على حياتك باي شكل ولاكبر فتره ممكنه. وهنا بنشوف رئيس العصابه بيهدده بالمسدس لحد ما سولي قال له في خاين في وسطكم والخطه بتاعتكم الدفاعيه اتسربت للضباط وهم دلوقتي عارفينها. راح المساعد بتاعه ضربه ووقعه على الارض وقال له الخطه دي انا اللي عاملها بنفسي ومفيش اي حد تاني كان عارفها. فسولي قال له بس انت بعد كده سلمتها لبين. وبعد كده المساعد قال انا فعلا عملت كده. فسولي قال له وهو بين اللي سربها ليهم. وهنا بيدخل عليهم بين وبيضرب سولي وبيكون عايز يموته لانه بوظ الخطه اللي كانوا متفقين عليها من الاول. وهنا المساعد بتاع رئيس العصابه بيقول لبين بس ده انت اكبر مشكله عندنا مش هو. وبيرفعوا على بعض السلاح بس رئيس العصابه بيقول لهم كفايه خناق، روح بسرعه وساعد تشينج في اللي هي فيه. فالمساعد بتاعه قال له ماشي وبيبص لبين كده وبيقول له بس خلي بالك احنا اللي بينا لسه ما خلصش وبيسيبه ويمشي. وبعد كده بين بياخد سولي عند الدكتوره والظابط المتعور وبيضرب سولي. فسولي بيقول له هم كلهم دلوقتي شاكين فيك انت وحاسين انك انت اللي سربت خطه الهروب. وهنا بيجي لبين واحد تاني اسمه تشاو. فبين بيقول له انت اللي سربت المعلومات ان انا الخاين اللي موجود وسطكم؟ قال له ايوه لاننا كلنا شاكين فيك انت. ولسه تشاو هيتحرك ناحيه سولي بس بين بيضربه من ظهره. فتشاو بيقول له سولي اللي عمل كل المشاكل دي وبيرفع على سولي مسدس بس بين مش بيصدقه وبيرفع عليه مسدس من ظهره بيقول له انا مش مصدقك ولو قربت له انا اللي هتخلص منك بنفسي. وهنا تشاو بيضرب بين وبيوقعه على الارض بس سولي بيلاقي سكينه على الارض وبياخدها وبيضرب بيها تشاو من ظهره بسرعه. وهنا سولي بيقول لبين لو رئيس العصابه عرف اننا عملنا كده هيتخلص مننا. فبين قال له هيتخلص منك انت لوحدك لانك انت اللي عملت كده، انا ماليش دعوه. قال له يا راجل انا عملت كده عشان اساعدك. قال له خلاص اتخلص منها زي ما قلت لك قبل كده. وفعلا سولي بياخد تشاو وبيرميه بره القطر. وهنا سولي بيفكر في الواد اللي ضربه بطفايه الحريق لما كان بيغتصب الدكتوره وبيطلع يجري على الاوضه بتاعته بسرعه وبيلاقيه فعلا بدا يفوق. فبيضربه وبيدوس بالمخده على وشه بس المساعد بيسمع صوتهم وبيلاقي سولي واقف وجنبه الواد مرمي على السرير. فبيقول له انت عملت ايه؟ وبيضربه وبيحاول يخنقه بس الضابط تشين بيوصل وبيضرب المساعد وبيطلع مسدسه وبيضرب المساعد بالنار. وهنا رئيس العصابه بيسمع صوت ضرب النار وبيروح بسرعه وبيلاقي المساعد بتاعه مضروب بالنار وهو بيقول الشرطه خد بالك من الشرطه وبيموت. ورئيس العصابه بيتعصب جدا وبيقول انه هينتقم من الكل. وبعدها بنشوف سولي وتشين بيجروا وبيدخلوا عند اوضه الدكتوره بس بيسمعوا رئيس العصابه وهو بيتكلم في ميكروفون القطر وبيقول للضابط تشين قدامك 5 دقايق وتخرج يا اما على كل دقيقه انا هبدا اتخلص من واحد من الركاب. وبعدها سولي بيحاول يشوف المستقبل وبيلاقي فعلا في ناس ماتت كتير ورئيس العصابه واقف وسطهم وبيضربه هو كمان بالنار. وبعد ما بيفوق تشين كان عايز يخرج له بس سولي بيمنعه وقال له انا ما عنديش اي حل تاني، حتى لو اتخلصوا مني فانا واثق ان انت هتعرف تتصرف بالشكل الصحيح. وهنا سولي بيعيط وبيكون منهار جدا وبيقول له اديني 5 دقايق تاني بس. فالظابط قال له 5 دقايق معناها 5 ارواح تاني، 5 دقايق معناها 5 ارواح تاني، انما انا هطلع له وانت حاول تتصرف بسرعه وترجع الناس بيوتها سلمى. وفعلا بيخرج له ظابط تشين وبنلاقي رئيس العصابه بيقرب عليه بس فجاه سولي بيطلع يجري وراه بسرعه وهو بيضربه بالسكينه وهو بيعيط. وهنا بنعرف ان الظابط هو اللي طلب منه كده عشان رئيس العصابه ما يعذبوش وكمان عشان العصابه تثق فيه اكتر من الاول. وهنا سولي بيقول لرئيس العصابه انا عايز ابقى واحد منكم. قال له انت خلصت على واحد بس انا عايز معاه 2 كمان. وهنا سولي بيلاقي الضباط قاعدين في القطر فبيبص للضباط وبيقول لرئيس العصابه مفيش اي حد تاني من الضباط موجود دلوقتي. قال له ماشي معاك ساعه واحده وتكون عرفت مكانهم. ولما سولي بيمشي تشينج بيكون قاعده وسامعه كل اللي بيحصل فبتطلع وراه بسرعه فبيقول لها احنا دلوقتي لوحدنا ويا ريت تقولي كل اللي عندك بسرعه. قالت له وانت ازاي عرفت ان انا مش ممكن افضح امرك عند رئيس العصابه؟ قال لها لاني عرفت انكم بعد ما تخلصوا مهمتكم هو هيتخلص منك الاول. قالت له ما تحاولش تخدعني. قال لها انت عايزه تخرجي بره بلد التنانين عشان تعيشي براحتك فدلوقتي معاكي نص ساعه ونخرج يا اما تساعديني نتخلص من العصابه كلها او نوصل ورئيس العصابه يتخلص مني. قالت له ماشي هساعدك بس احنا هنتخلص منهم انا والظباط وانت بلاش تقف في طريقنا وتعمل لنا مشاكل. وبتسيبه وتمشي. وبعدها بنشوف سولي هو ماشي مع الدكتوره وبيروحوا للظباط اللي كانوا مستخبين ورا باب العربيه واول ما بيشوفوه بيزعقوا فيه على اللي عمله في تشين بس الدكتوره دافت عنه وقالت لهم هو اللي قال له اعمل
هيعمل كده ودي خطته هو، وبيدي الضابط المسدس اللي معاه وبيقول له مفيش قدامنا وقت كبير عشان نقدر نتخلص من العصابه كلهم. فالضابط الاول قال له انا ما عنديش اي حل تاني غير ان انا اصدقك. قال له خلاص ماشي، وبياخد منه المسدس وبيمشي. والضابط التاني بيقول له طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ قال له انا هسلمك لرئيس العصابه. وفعلا بيروح رئيس العصابه وهو رابطه بحبل، ولكن فجاه الضابط بيفك الحبل وبيطلع سكينه وبيحاول يضرب بيها رئيس العصابه، ولكن رئيس العصابه بيتحرك بسرعه وبيفضلوا يضربوا في بعض. بس سولي بيرفع المسدس عليه وبيضربه بالنار، بس مش بيقع، وبعد كده بيضربه مره كمان ولكن مش بتيجي فيه. فرئيس العصابه بيضربه والمسدس بيقع من ايد سولي على الارض، ولسه بيحاول يوصل له بس تشينج بتيجي وبتدوس على المسدس وبترفع المسدس على سولي، ولكن فجاه بتغير المسدس وبترفعه على رئيس العصابه. قال لها خدي بالك انا لو مت القنبله هتنفجر لوحدها، وقعد يضحك وقال لها انا ما عنديش مشكله خلينا ننتهي كلنا. وبياخد السكينه وبيضرب بيها نفسه. وهنا بين بيجي ورا تشينج وبيرفع عليها المسدس، وهنا مينج بترفع المسدس على سولي وبتقول له احنا التعاون بينا كده انتهى. وهنا سولي بيروح لبين وبيقول له انت ازاي مش خايف من القنبله دي؟ قال له عادي كده كده مش فارقه كتير. وبعدها سولي بيشوف المستقبل وبيلاقي فعلا القنبله اللي قال عليها رئيس العصابه وبين موجوده، بس القنبله دي بتكون مزيفه. وبعدها بيشوف بين جاي من وراه وبيضرب عليه نار، فبياخد الضابط وبيروح لبين وبيحاول يخليه يعترف على مكان القنبله الحقيقيه، بس بين بيرفض. فسولي بيضربه بالنار. وهنا الضابط راح يدور على القنبله بس تشينج بتضربه بالسكينه، فسولي بيجري وراها بسرعه وبتهدده بالريموت بتاع القنبله وبتنط من القطر. وهنا سولي بيشوف ان هو لازم يدور بنفسه على القنبله عشان يبطل مفعولها، بس هنا بنعرف ان في شخص تاني هو رئيس العصابه اللي بجد، وهو اللي مدور كل الليله دي. وسولي بيشوف ده في المستقبل وبيعرف انها واحده ست وريموت القنبله معاها هي، بس هو ماشي بيطلع عليه اتنين من العصابه فبيضربهم وبيروح يقعد ورا رئيسه العصابه الجديده. وهنا القطر بيقف وناس بتحاول تنزل من القطر بسرعه وبيكون معاهم رئيسه العصابه الجديده، بس سولي بينزل وراها بيجيب البوليس وبيوقفها في الشارع. فالست دي بتهددهم بالريموت بتاع القنبله اللي معاها، فقال لها كده كده انا بطلت مفعول القنبله. فرئيسه العصابه قالت له انت قدرت تعمل كده ازاي؟ قال لها ببساطه انا بقدر اشوف المستقبل، وفضلت احاول واجرب لحد ما عرفت ابطلها. والبوليس بيقبض على رئيسه العصابه هي وتشينج. وهنا الدكتوره بتدي سولي صوره الضابط تشين والكارنيه بتاعه وبتقول له هو كان عايز يقول لك ان مقابلتك في القطر هي احسن حاجه حصلت له في حياته. وهنا سولي بيفتكره وبيكون زعلان جدا عليه. وهنا بيخلص مسلسلنا. اتمنى تكونوا انبسطتوا معانا بالمسلسل واشوفكم على خير في فيديوهات جايه. سلام.